ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بما اننا صايمين بقى، كل سنه وانتم طيبين. مين فرحان بالعيد الكبير زي كده يا جماعه؟ تعالوا نحضر فطار بسيط كده مع بعض. اول حاجه هعملها هقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل بطاطس وبتنجان، بطاطس محمره وبتنجان. وزي ما انتم شايفين كده معايا مجهزه كل حاجه. جبت البطاطس وقشرتها وعملتها صوابع اهو زي ما انتم شايفين، ومسكت البتنجان وغسلته وبدات ان انا اقليه اهو زي ما انتم شايفين معايا. هنا كنت قليت البتنجان اهو زي ما انتم شايفين، وحمرت البطاطس. حمرت اول طاسه وبعدين حطيت الطاسه التانية. هسيب بقى البطاطس تتحمر، وهعمل هنا بقى تتبيله البتنجان. تتبيله البتنجان كلكم عارفينها، واعتقد ان انا قايله قبل كده في فيديو على تتبيله البتنجان اللي انا بعملها البتنجان. تمام كده. هحمر بقى البطاطس وهعمل التتبيله. هنا بقى كنت خلاص عملت تتبيله وحشيت البتنجان وخلصت كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. شايفين سفرة بسيطة بس لقمة هنية تكفي 100 زي ما بيقولوا. وكنت بقى مظبطه لهم بقى السلطات، وعملت لهم بقى سلطة بلدي، وعملت لهم طماطم كمان مقطعاها كده، وعملت لها تتبيله بالثوم كده. كانت حلوه قوي قوي. وعشان بقى كانوا صايمين بعت جبت لهم نص فرخه من بره زي ما بقول لكم كده. لقمه هنيه تكفي 100. وعشان الفراخ ممكن ما تكفيش عملت بقى البطاطس والبتنجان كده، وكانت اكله حلوه والله. قولي لي بقى رايكم. وبصوا الطبق اللي هو كان ورق طبق الطحينه دوت، كان فيه كبده اسكندراني. انا شخصيا افطرت بيه. ايه رأيكم؟ شايفين؟ يلا خلص الفيديو، هستنى رأيكم. مهم جدا رأيكم بالنسبة لي. يلا مع السلامة.